درب الكلب على القصاب. هذا مثل شعبي قديم، يقول كان بواحد قصاب وكل ما يجرد اللحم يخلي شوية لحم وعنده كلب يعطيه قدام المحل. جو جماعة شافوا الكلب صحة فقالوا خلينا ناخذ هذا الكلب للحراسة، عطوه لحم. ثاني يوم اجوا عطوه لحم. الكلب حفظ أشكالهم وصار يمشي وراهم. ابن القصاب قال ياب الكلب راح، قال له عيفوا يا ابني يرجع. أبو أسبوع 10 أيام صاروا يعطونه فضلات الأكل الزائد من الطعام، شي شوربة، شي معكرونة، شي خبز يابس. ليوم من الأيام اجى القصاب تا يفتح المحل هو وابنه وشاف الكلب يستناهم. قال مو قلت لك يا ابني درب الكلب على القصاب؟ هذا هو رجعنا، لأنه درب الكلب على القصاب. فمو كل حدا يقدر للوفاء ولا يقدر يحمي المكان اللي هو بيها، ودرب الكلب على القصاب. حياكم الله وبياكم. ما تسوون واحد يتعب لكم، ولكن بالشدايد واقف لكم. طحت عفتوني وحدي وكلكم صرت ضدي، وانا باصعب ظرف ما فارقتكم.